اهلا بيك. لا، احنا نخش في الموضوع على طول. تخيل تصحى من النوم تلاقي نفسك اتحولت لحشرة، مش قادر تقوم، مش قادر تتحرك. بس المشكلة مش في شكلك، المشكلة ان الناس اللي بتحبك بدأت تشوفك عبء. الغريب ان اسوأ حاجة ما كانتش التحول، اسوأ حاجة ان محدش فاهمك. انت لسه جواك نفس الشخص، حاسس بكل حاجة وفاهم كل حاجة، بس محدش شايف ده. القصة دي مش عن واحد اتحول لحشرة، ده عن حاجة اخطر بكتير. ازاي ممكن تختفي وانت لسه موجود؟ جريجور سامسا كان شخص عادي، بيشتغل وبيصرف على اهله، وفجأة مش قادر يشتغل. ومن هنا كل حاجة بدأت تتغير. كافكا ما كانش مهتم بشكله، ده كان مهتم بنظرة الناس ليه. في الأول كان خوف، صدمة، توتر. بعد شوية بدأ يتأقلم. بعدين أصبح في ضيق من اللي حواليه، نفور، رغبة من إنهم عايزين يتخلصوا منه. وأول ما فقد قدرته على إنه يشتغل اختفى. ما تفتكرش إن الموضوع ده بعيد عننا، لأ. تخيل واحد مكتبه ما كانش بيفضى، تليفونه ما كانش بيسكت، وفجأة خسر كل حاجة. في الأول الناس هتسأل عليه، بعد شوية الناس هتنساه. مش كره، لأ، بس أصبح ما بيقدمش حاجة. أخطر حاجة مش المجتمع، ده أقرب الناس ليك. الأب في الرواية دي أصبح عنيف. أخته اللي كانت بترعاه في الأول ملت منه. أمه عجوزة. العلاقة بقت سؤال واحد بس، هو لسه ليه لازمة؟ ولما الإجابة كانت لأ، اختفى. أحيانا بتحس إن قيمتك مرتبطة باللي بتقدمه. طول ما انت بتدي فانت كده موجود، بس أول ما بتوقف نظرتهم ليك بتتغير. بس المشكلة إنه ما اعترضش على ده، ما رفضش، ما صرخش. هو سكت وبدأ يصدق أنا عبء. في النهاية جريجور مات. بس السؤال هو مات امتى؟ أصعب مشهد في الرواية دي إن الحياة كملت عادي. أحيانا الإنسان ما بيموتش مرة واحدة، أحيانا بيختفي. والأسوأ إن محدش بيحاول يلاحظه. وبس، ده كان تحليل بعض أفكار الرواية. ولو حابب تفهم نفسك أكتر تابعني. سلام.